حبايب ابو عيطة وحبايب المهندس خالد اللي اجوا النهارده. تعالى جنبي عشان تاخد النصيحة، وبعد كده الشيخ محمد أسامة علي حسن يتفضل. ارسلكوا على حل يا مولانا. ماشي، اللي هيجري يجي عندي هنا يتفضل. ماشي يا عم احمد ابو خالد، ربنا يرحم ابوك ويرحم نسيبك. وقعت حبيبي، وقعت صريعا، وقعت سجينا في سجن الغرام، فحاذر خروجا بعد العشاء، فبعد العشاء الخروج حرام. سيبها وتطلع بعد العشاء تبقى مشكلة كبيرة. أيوة. وقعت حبيبي، وقعت صريعا، وقعت سجينا في سجن الغرام، فحاذر خروجا بعد العشاء، فبعد العشاء الخروج ايه؟ حرام. وإذا دعتك يا بنت أبو عيطة، بنت الأكابر، بنت الأشراف، وإذا دعتك لغسل الصحون وكي الهدوم وطهي الطعام فلا تتكاسل وترك الحمام. وإذا دعتك لغسل الصحون وكي الهدوم وطهي الطعام فلا تتكاسل وترك الحمام، لأنه إذا جن ليل ودعتك لفراشها فكأن المدام سقتك المدام. هذه نصيحتي إليك عم أحمد أبو خالد. أنت كده انضميت إلى قائمة الشرف، مرحبا بك معانا، شرفت ونورت والله. وحقيقة وكأني أراهما الآن، سيدنا الشيخ أبو عيطة وحبيب المهندس خالد، والفرح والسرور والتباشير تعلوهما، فقد أسس عليهما رحمة الله مدارس في الأخلاق والواجب بكل مكان. احنا النهارده جايين عشان خاطر مين؟ التراب اللي كانت بيمشي عليها ابو عيطة والمهندس خالد، مع احترامي للابناء. هتكمل مكان الوالد المسيره على عنا وعرسنا، انما هيفضل تراب سيدنا الشيخ ابو عيطة اللي مشي عليه وعم خالد فوق رؤوسنا لحد لما نموت، عشان تقولوا كان لهم حبايب في مدينه فاووس. لو في اخر الدنيا هنيجي، لو في آخر الدنيا هنيجي حبا واعترافا بجميل هؤلاء، لا جميل أكثر من أننا تعلمنا منهم الأدب والمحبة والواجب بكل مكان. أما اللقاء الآن برفقة الشيخ محمد أسامة علي حسن، فليتفضل مشكور. توكلنا على الله. نعم. أبو أسامة ابن خالد العروسي، وطبعا عم محمد أبو عواد أشكره على إتاحة الفرصة. ويمكن في جلسة أنا أذكرها مع الشيخ أبو عيطة إنه أثنى على أبو عواد خيرا، وقلت أخذ منه معلومة، لأن الشيخ محمد أبو عواد يجب أن يكون مقدم، فهو عالم عارف هو بيقول إيه. بارك الله فيه وبارك الله فيكم جميعا وجبر الله بخاطركم. اللقاء الآن مع ابن خالد العروسة هتشتغل شغل صح، العيلة كلها ما شاء الله، عم أسامة، الشيخ صالح، كله ما شاء الله، مع الشيخ محمد أسامة علي حسن، جزاه الله عنا كل خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الليل والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ومن آياته الليل والنهار ومن آياته الليل والنهار لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ومن آياته الليل واسجدوا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن
واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله العظيم. أيها السادة الكرام، سعدنا في رحاب هذه التلاوة فضيلة القارئ الشيخ محمد أسامة علي حسن. وإذا ذكر اسم الشيخ علي حسن ذكر بيت القرآن الكريم الذي تربى على مائدته عظماء السادة القراء في دنيا تلاوة القرآن الكريم، صاحب النسب للعائلة الموقرة الشيخ أسامة علي حسن، والده خال العروس، بارك الله في آل القرآن جميعا. ورحب بالأخ الحبيب
ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا فضيلة الشيخ علاء الاحرازي مقدم البرامج المشهور، شاكرا للاخ الحبيب استاذ محمد متولي كبير الاعلاميين بكفر صقر، باشمهندس اشرف حسين، فضيلة الشيخ محمد اسماعيل البنا، وكل السادة الحضور الاكارم. ايها السادة، قبل ان استرسل في كلامي، واول ما دخلت هذا المكان وكأن شريط الحياة قد دار برأسي منذ ان علمت وشرفت بدخول بيت الاستاذ خالد الله يرحمه سنة 2007. أما عن صداقتي للشيخ محمد أبو حسين أبو عيطة وهو في مقام والدي، إلا أنه كان يعتبرني أخوه الصغير. الأول هشكر ناس هم أهل الشكر، هم أكتر ناس استحقوا الشكر بعد السادة القراء الذين شرف بهم المكان وأهل الواجب جميعا. مش هقول لك أبدأ بمين واسيب مين للآخر، هم الكل بالنسبة لي. بالنسبة للأستاذ خالد الشيخ محمد حسيني واحد، بس أنا هبدأ بالكبير، عم جمال أبو عبد أبو أمين، كابتن السيد أبو عبعال، حاج علي أبو الجادر، وأخويا وحبيبي الحاج عبد الله أبو لشير. الناس دي يا سادة إلها صلة مودة تصل إلى أعلى من هو أخوه الشقيق بالنسبة للأستاذ خالد، وبالنسبة للشيخ محمد حسين أبو عيطة. محمد مصطفى نسايبه للآخر عشان هو كان الفاكهة بتاعت الشلة دي. محمد مصطفى أبو الشربيني كان فاكهة الشلة دي، الأخ الصغير للكل وحبيب الكل واللي عمره ما زعل حد فيه. نمرة 2 أستاذ خالد الله يرحمه وطيب الله ثراه، كان كاتب الشيخ محمد حسيني على تليفونه، واحمد ابو خالد شاهد اخي الشيخ محمد الحسيني عيط. الشيخ محمد حسين الله يرحمه كان كاتب كده اخي خالد الحسيني عيط. مهما اتكلمت وقلت على الصلة اللي بينهم وبين بعض والمودة اللي بينهم، مش هتقدر توصل لمدى المودة اللي كانت بينهم وبين بعض. وحبشرهم بحديث رسول الله: 7 يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجلان تحابا في الله. الاثنين اللي بيحبوا بعض لوجه الله ينادي عليهم مناد في عرصات القيامة: أين فلان ابن فلان؟ ثم يؤتى بهما إلى ظل عرش الرحمن، فلما يسألوا عن سبب النداء أنهما تحابا في الله عز وجل. وكأن الله سبحانه وتعالى اطلع على هذه الصداقة فعلم أنها لوجه الكريم، فلما رحل أستاذ خالد والشيخ محمد أبو حسين أبو عيطة أراد الله أن يجدد الصداقة بنسب وصهر. مش هنسى أبدا يوم ما الأستاذ خالد فارق الحياة، الشيخ محمد اتصل علي وهو بعيط بيقول لي: أخويا مات يا محمد أنت فين؟ وما رحت أجيبه من البيت ما قدرش ينزل لمدة نص ساعة حزنا بمحبته على فراق حبيبه، وكأنهما اتفقا كما تصادقا في الله أن أرحلا في عام واحد، رحمهم الله عز وجل وبارك الله في هذه الزيجة المباركة
وجعل منها النسل الصالح. الشيخ محمد أيمن عبد العزيز استأذنته الشيخ مصطفى أبو حسنين مستني من بدري. الشيخ مصطفى أبو حسنين أحد أعلام مدينة إهيا، وبستأذن الشيخ فتحي أبو عمة إن الشيخ مصطفى هيقرأ، وبعده مفاجأة قراء أبو حماد الشيخ محمد أيمن عبد العزيز. الشيخ مصطفى أبو حسنين يتفضل مشكور.